السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم في قناة عالم رجاء، ودائما مع وصفات سهلة وسريعة. اليوم إن شاء الله غنتقاسم معكم واحد الفطائر كيجيو من ألذ ما يكون، ساهلين دغيا دغيا كيوجدوا بدون تعب أو مجهود، حتى الخدمة ديالهم سهلة. كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الأخير باش ما تفوتكم فيه حتى حاجة. إلا عجبكم خليو لي لايك، قولوها لي في التعليق وبارطاجيوه باش تعمل فائدة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. وبسم الله نبداو على بركة الله. اول حاجه كنوجدوا كريمه الباتيسير باش نخليوها تبرد على جنب. هنا غادي نحتاجوا لبودره الكريم باتيسير، ممكن تخدموا بهذه ديال الفاني كيف ما ممكن تخدموا بديال اللوز. هنا غادي نحتاجوا 2 معالق كبار ممتلئين جيدا ديال بودره الكريم باتيسير، وغادي نحتاجوا ايضا 2 ملاعق ديال سكر حبيبات، ساشي ديال سكر فاني اللي ممكن نعوضوه حتى بالفانيلا السائله، نديرو معلقه صغيره. غادي نحركوا هاد النواشف مع بعضياتهم مزيان مزيان، وعاد غادي نضيفوا ليهم كاس ونصف ديال الحليب اللي يكون بارد. العبار دائما كاس العنبه. غادي نحركوا هاد المكونات كامله مزيان مزيان على البارد حتى كيذوب لينا هذيك البودره ديال كريم باتيسير في الحليب. وعاد غادي نديروهم فوق نار مهيله مع التحريك المستمر حتى كيتقل لينا الخليط وكيصبح القوام ديالو على هذا الشكل هذا. هنا غادي نفرغوا في اناء اخر، نغطي عليه بلاستيك غذائي اللي يكون يلامس الوجه ديالو، ونخليو الكريمه ديالنا على جنب تبرد. وغادي ندوزو مباشره باش نوجدوا العجين ديالنا. كنحتاجوا ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ممكن تستعملوا هذه المعجونه كيف ما ممكن تستعملوا الخميره الفوريه. غادي نضيفوا ليها ملعقتان كبيرتان ديال سكر حبيبات، وغادي نضيفوا ايضا سكر فانيلا اللي ممكن تعوضوا حتى بملعقه صغيره ديال الفانيلا السائله. هنا غادي نضيف كأس ونصف ديال الحليب اللي يكون دافي. كيف ما كتشوفوا عبرت معكم كاس العنبه اللي كيهز 120 مليلتر، اولا الكاس اللي عبرتوا به السوائل عبروا به النواشف. هنا غادي نخلط هذا الحليب والسكر والخميره مزيان مزيان. غادي نخليهم يتفاعلوا تقريبا واحد 5 دقائق، وعاد غادي نضيفوا بقيه المكونات اللي هما معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نضيفوا ايضا بياض بيضه، وغادي نحتفظوا باصفر البيضه للدهن. هنا انا غادي نديرو في زلافه، وغادي ندير عليه الحليب، قطرات من الحليب وشويه ديال نسكافيه باش ما تتشكلش ليا هذيك الجلفه اللي كتكون في البيض. هنا غادي نضيف ربع كأس ديال الزيت ما يعادل 40 مليلتر. هنا عبرت معكم بكاس العنبه، وغادي نخلي لكم المقادير بالغرام في صندوق الوصف. بالنسبه للدقيق غادي نحتاجو الدقيق الابيض اللي يكون خاص بالحلويات، يعني نوعيه جيده. كمرحله